اقف هنا كده في الكيك بوكسنج، ممكن اقف كده في السله. تمام؟ لكن في المواي تاي انا صعب ان انا اقف كده شويه. ليه؟ لان كده انا معرض للضربات والمسافات بتاعتي انا وخصمي تبقى ايه؟ قريبه. فالمسافه القريبه في المواي تاي هيضرب بايه؟ الكوع وهيضرب الركبه. فلو انا اديت مساحه قريبه بيني وبين زميلي، اديته فرصه ان هو يقرب مني اكتر، انا ممكن اتعور، ممكن اروح فيها. ضربه الكوع لو جت هنا فوق حاجب او في الوش عامه، عامله زي الموس كده لما يعدي على ايه؟ على حاجه. الجلد دون عظم، تحتيه عظم وفوقيه عظم هتتضرب بيه، هيعورك. تمام؟ هتتعور. خلاص؟ فبقف في المواي تاي بدي سيفتي شويه لنفسي، بدي فتره مساحه امان اكتر. بحط ايديا بدل ما تبقى قريبه مني كده تبقى قدام شويه كده. ده ان انا اكسر اي هجوم جاي. وفي نفس الوقت انا اكسر اي مسافه وانا بلعب. ادخل لقدام اذا كان بقى بالكوع او انا امسك وادخل بايه؟ بالركبه. اتفقنا؟ النهارده بقى انا هاخد ضربه كوع، انا واقف من هنا هضرب بالكوع ده لقدام. ماشي؟ لا انا واقف كده، بص بعمل ايه؟ بيمشي كده. تمام؟ تعالى يا وليد اقف هنا. واقف هنا كده قدام زميلي كده. انا هضربه بكوعي ده قدام زي البوكس المستقيم، اللكمه المستقيمه هضربها زيها مستقيمه قدام. بص. خلاص؟ تيجي هنا في وشه او تيجي فين؟ ممكن تيجي في صدره. خلاص؟ لو المسافه بتاعتي قريبه هضربها بالطريقه دي كده. طب لو المسافه بعيده انا واقف كده ومش عارف اجيبها، اطلع بيها خطوه. في صعب. تمام؟ اطلع بيها ايه؟ خطوه لقدام. لو لقدام اضرب كده مش هتيجي، اقوم طالع بيها ايه؟ خطوه لقدام. اتفقنا؟ اتفقنا؟ هناخدها بالثبات الاول. هناخدها من ثبات الاول وبعدين هناخدها بايه؟ بخطوه ودفعه لقدام. ماشي؟ استعد؟